هذه السيارة هذه لوحتها. هذه أودي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا جيت بدور جوست سراج موجود في البحرين في الهملة. حابين نذكرهم في جيل الشكر. كان معي مشكلة في السيارة. طبعا متخصصين في شغل السيارات الألمانية. وكان عندي مشكلة في المبرد حق الماكينة، كان يهرب فيه. شوفوا طبعا التهريب من وين؟ التهريب من عند حوالين قاعدة السيفون والمبرد، الاثنين التهريب. اوكي؟ طبعا من الاماكن الاثنين. في سير الماكينة خربان، وهذا لما فكينا القاعدة كاملة مع المبرد وهذا القزقيتات طبعا خربانة، حتى القزقيت نازل جهة نازلة، عشان كذا قاعد ينزل الزيت من المبرد. طبعا الشغل كان برا الورشة، عند الورشة في الخارج، لأنه فل زحمة سيارات عندي ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا لي من الدعاء، الله يجزاكم الجنة. حتى الحين بداية خلطية زي الحليب، فالحمد لله انه هذا خير له من الله سبحانه، انه ما خلط ماي وزيت وخرب الماكينة او الجير. في كل السيارات اللي فيها مبرد ماي ومبرد جير جبنا الاغراض كذا جديدة الحمد لله، والقزقيتات والمبرد، عشان كذا خيرة. يا الله لك الحمد والشكر. سبحان الله، لا حد يزعل على شيء يحصل معاه، لانه هذا خير من الله عز وجل. وعطى غاز. والحين نطبق الأغراض والسيارة وندلعه، ويستاهل بدل متعطل في البحرين. وهو الشباب وشروها بالليل بسطحه، وعلى ما جابوها عندي يستاهل يستاهل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تابعوا الشغل عاد، لا تنسوا من الدعاء والتواصل. عندي واتساب، ورقم الواتساب موجود في كل حلقة يطلع في الصورة. هنا نركب الحاجات عاد ها حاضرين. وغيروا لي المبرد والسيفون وحلبة السيفون والغازجيت، أسعارهم رمزية. وأتمنى من كل من يشوف المقطع، خاصة أصحاب السيارات الألمانية، لو حصل عنده أي عطل أو على مستوى الأدنى السيرفس كامل للسيارة نفسها، من تغيير زيت إلى سيفون إلى ريديتر إلى تشيكات خيرية، أنهم يتعاملوا مع هذا المحل. هلا ناس طيبين، واشكر المهندس محمد الشبيبي على التعامل الطيب وعلى الشغل المميز جدا. وفي وقت رمزي بعد، يعني منزلها عندهم اليوم الصباح والحين اخذها العصر، الحمد لله رب العالمين. شكرا لك.